في الفترة اللي فاتت حصلت لي بعض الظروف الصحية اللي خلتني ممنوع من الخروج لمدة شهر ونص أو شهرين، فاضطريت إني أنعزل عن كل الناس اللي حواليا بما فيهم صحابي قرايبي كل حاجة. وبرضو اضطريت إن أنا أعتزل كل الحاجات اللي بحب أعملها، سواء بقى لعب كورة، جيم، جري، قعدة قهوة، أي حاجة من الحاجات دي. هتقول لي ليه عملت كده وليه حصل الحوار ده؟ هقول لك عشان ببساطة عملت عملية. هتقول لي إيه هي العملية؟ هقول لك لا داعي للدخول في التفاصيل دلوقتي، دي ليها فيديو آخر هنزله بعدين. بس خلينا نتكلم عن الفترة اللي أنا انعزلت فيها عن كل حاجة وقعدت في البيت لمدة شهرين. المهم يلا بينا نبدأ دلوقتي كده على طول. يلا بينا يلا بينا. الفترة دي واللي هي تقريبا لسه مستمرة لحد تصوير هذا الفيديو، بس دلوقتي بقت احسن وبقيت انزل، بس مش كتير برضو، بس ايه بقت احسن من الشهرين او شهر ونص اللي فاتوا. الفترة دي بقى اكتشفت حاجات واخدت قرارات انا بشوف انها مهمة ومؤثرة جدا في حياتي. وفي الفيديو ده انا طالع اتكلم عن 5 حاجات انا اتعلمتهم من هذه الفترة الجميلة. مش طالع انظر واقول لك حاجات تتعلم منها، لا، طالع اتكلم الحاجات اللي انا اتعلمتها وانت تشوف ايه اللي يفيدك واعمله، او لو مش عايز تطبقه برضو براحتك. بس قبل ما ابدا واقول لك ايه اول حاجه انا اتعلمتها او استفدتها، خليني الاول اديك نبذه عن الكائن الزياد اللي بيتكلم قدامك دلوقتي. انا شخص مش بحب الخروج قوي، يعني تقدر تقول بيتوتي اكتر، او بحب اقعد في البيت اكتر، اتفرج على حاجه، اقعد قدام الجهاز، يعني بحب القعده البيت اكتر من الخروج. وبرتبط جدا بالاماكن اللي بروحها، يعني القهوه اللي بقعد عليها من 2017 هي نفس القهوه اللي بقعد عليها في 2025، ما بغيرش حاجه. مش سهل ان انا اغير حاجه من الحاجات اللي انا بحبها او ان انا ابدلها بحاجه تانية. وانا شخص في اخر سنه في الجامعه، في اخر سنه في كليه هندسه، ان شاء الله تكمل على خير، ادعي لي كده والنبي. وانا برضو شخص ملوش صحاب كتير او ملوش ناس كتير حواليه، يعني ما حوالياش ناس كتير. بمعنى ان انا فتره المدرسه مثلا كلها اللي مكمل معايا من تانية اعدادي لحد دلوقتي هو شخص، هو صاحبي، يعني اكتر حد قريب ليا من تانية اعدادي هو نفسه لحد دلوقتي. ده اللي طلعت بيه في فتره المدرسه كلها. وفتره الجامعه برضو نفس القصه، طلعت بشخص ما انت هتشوفه بالمناسبه في القناه هنا فيديوهات جايه قدام. وحتى في المنطقه او في المكان اللي انا ساكن فيه، صحابي برضو هم من وانا في تانية اعدادي، هم الخمسة ستة سبعة نفس الاشخاص لحد دلوقتي. ممكن يكون فيهم مثلا 2 هم اللي قريبين مني والاكتر، بس عامه دي الدايره كلها اللي حواليا. فانا شخص اللي حواليه او اقرب ناس ليه بيبقوا دايما 3، مش بيبقوا اكتر من كده، ممكن يبقوا اقل بس عمرهم ما يزيدوا عن كده. وانا برضو اللي من تانية ثانوي بعشق مجال صناعه الافلام والفيديوهات والكونتنت والكرييشن والكلام ده كله. واليوتيوب بالنسبه لي هو التلفزيون بتاعي من 2019. متفرجش على تلفزيون، هو اليوتيوب هو بالنسبه لي التلفزيون. دي شويه معلومات كده هتفيدنا او مش هتفيدنا عادي، يعني دي شويه حاجات انت تقدر تستنبط منها شخصيتي او حياتي ماشيه ازاي او حياتي عامله ازاي عامه. المهم خلونا على طول نخش في اول حاجه انا اتعلمتها من الفتره دي. الفتره دي بالنسبه لي هي واحده من اسوأ الفترات اللي ممكن حد يعيشها على مدار جميع الاصعده اللي في حياته، جسديا، نفسيا، صحيا، ذهنيا، اجتماعيا، كل حاجه. وحقيقي في الفتره دي اكتشفت اهميه ان انت تقعد لوحدك، وده ببساطه عشان ما ينفعش اخرج، فمضطر ان انا اقضي وقت كتير جدا لوحدي ومع نفسي ومعزول عن كل حاجه في بره بقى، سواء بقى اي حاجه. وعايز اقول لك ان انا اكتشفت اهميه ان انت تقعد مع نفسك، او اهميه ان انت تقعد مع نفسك ودماغك ولوحدك كده من وقت للتاني. يعني كل كام شهر كده تقعد مع نفسك شويه، تشوف انت ايه القرارات اللي انت خدتها ورايح على فين، هل انت ماشي صح، هل انت ماشي غلط، هل انت ماشي اصلا ولا انت واقف او بتحفر تحت، يعني هل انت في نقطة الصفر ولا طلعت لفوق. يعني من كل فترة كده لازم تقعد مع نفسك وتفكر بجد، اللي هو تركز قوي، تسمع الصوت اللي هو اللي بيجي من بعيد ده، اللي انت تبقى عارف ان الصوت ده حقيقي بس بتداري عليه، تكنس وتحط تحت السجادة حرفيا. فاهم حاجات كده يعني تراجع حساباتك في كل حاجة في الحياة عامة من وقت للتاني كده. ولما تقعد لوحدك او تقعد مع نفسك فترة كبيرة هتبتدي تشوف الدنيا بمنظور تاني. بمعنى ان انت هتبتدي تشوف حتى اللي حواليك بمنظور تاني خالص. نظرتك بتكون داخلية جدا، يعني بتكون جواك جدا، جواك قوي. تبقى عارف كده انت ايه الحاجات اللي انت عايزها، ايه الحاجات اللي انت بتفكر فيها، ايه الحاجات اللي فعلا هتفيدك والحاجات اللي فعلا هتضرك. بتبقى واخد زي مراجعة نهائية عن نفسك كده في الحياة. يعني من الاخر بتكون في اكتر الاوقات واعي بنفسك، بتكون واعي انت ايه اللي بيحركك، ايه اللي بيدفعك، ايه اللي بتحاول تسعى له. تقعد تربط كده الخيوط ببعض وتكتشف ان انت لا، انت كنت فاكر حاجة وطلعت حاجة تانية. يعني من الاخر بتبقى وعيك بيزيد بنفسك. ده لو انت على مدار حياتك معظمها كنت بتعاني من التشتت او من الضياع او من التشتت الذهني والعقلي والنفسي زي حالاتي كده بقالي كتير. لو انت شخص بتعاني من كده فقعدتك مع نفسك وقت كتير هتفيدك. من الاخر بيكون نظرتك اشمل، بتكون واقعيه اكتر. وانا اصلا كشخص بطبيعتي
مش باحب الخروج أوي زي ما أنا قُلت لك، وباحب أقعد لوحدي وقت كتير برضه زي ما أنا قُلت لك إن أنا ما حواليّاش ناس كتير، فأنا أصلًا يعني شخص متعوّد إن أنا أقعد مع نفسي أو ساعات بانزل أخرج مع نفسي عادي، أخش سينما لوحدي، يعني أنا شخص فيّا الحتّة دي وباحب أعملها عامةً بشكل مستمر أصلًا، فما كانتش بالنسبة لي أزمة أوي إن أنا أقعد، لأ عادي ما عنديش أي مشكلة. الحاجة التانية اللي باشوف إن هي اتعلمتها في الفترة اللذيذة اللي أنا عايشها في حياتي دلوقتي، هي إن عادي، أقسم بالله عادي، والله بجد عادي، يعني ما حدش مهتم، بجد ما حدش مهتم، والله عادي، يعني مش فارقة كتير، خرجت ما خرجتش، نزلت ما نزلتش، نايم، قاعد، واقف، مش فارقة، ما حدش فعلًا مهتم، تعبان، بصحتك، بأيًا يكن أنت إيه حالتك، ما حدش مهتم، أنت الوحيد اللي مهتم عن حالك ومسؤول عن نفسك. صاحبك اللي هو الأقرب حد ليك فعلًا هيكون جنبك وفعلًا هيكون معاك، بس حقيقي، حقيقي، حقيقي ما حدش مهتم فعلًا. دايمًا باسأل نفسي سؤال اللي هو لمّا حد أعرفه يموت، اللي هو يا ترى أهله عاملين إيه أو حاسين بإيه أو كده. اكتشفت اللي هو بنزعل، بنعيّط، بنعشّم نفسينا إن هو كان بيصلّي وإن هو أكيد في مكان أحسن دلوقتي، وإن إن شاء الله برحمة ربنا هيكون في النعيم، بنعشّم نفسينا بكده بس يعدّي يوم، يومين، 3، شهر، ننسى كل بقى القصص بتاعة الراجل المتوفي ده، وننسى كل حاجة عنه، وما يتبقالوش غير ربنا يرحمه، والدنيا تمشي وتكمّل وعادي. وتيقنت فعلًا من معنى جملة الدنيا ما بتقفش على حد، حرفيًا دي حقيقة، الوقت ما بيقفش على حد، دي جملة أنا حقيقي، 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 حقيقي فهمتها، إن فعلًا الدنيا هتستمر وهتمشي مهما كانت ظروفك إيه، مهما كانت إيه، ده المتوفي أو الميت الدنيا بتكمّل بعديه، هتيجي عليك أنت يا دوبك بس أنت قاعد في البيت شهر، 2، سنة، وهتُقف، لأ الدنيا مش هتُقف ولا عليك ولا على غيرك، الدنيا هتفضل مكمّلة. ده غير إن كل واحد مهتم بقصته، كل واحد مهتم بحكايته، كل واحد مهتم بالدور اللي هو المفروض يأديه في الحياة، بالشغلانة اللي هو فيها، بأهله، بعيلته، بأيًا يكن، بس هو مهتم بحاله وما حدش مهتم بحالك، أنت اللي لازم تبقى أنت الوحيد اللي مهتم بحالك. ممكن يظهر شوية تعاطف بتاع، لكن في الأصل هو ما حدش مهتم فعلًا بحالك. وعلى فكرة هي دي مش أنانية ولا إن كل واحد بيفكّر في نفسه، لأ هي دي الحياة الحقيقية بقى بجد، هي دي حياة الكبار بجد، فاهم؟ اللي هو أنت كنت مش عارف إيه، يا عم طب ربنا معاك يا عم وربنا يشفيك وبتاع وترجع زي الأول وأحسن، هناكل إيه النهارده بقى، فاهم؟ هي مش أنانية والله ولا عدم تعاطف، بس هي فعلًا هي دي الحياة الحقيقية، لازم تتقبّل ده، إن أنت المسؤول عن نفسك، أنت المسؤول عن أنت فرحان، متضايق، زعلان، مبسوط، أيًا يكن أنت حالتك إيه، نفسية، جسدية، صحية، أنت مسؤول أنت تخرّج نفسك، أنت في مصيبة اتصرّف، حِل بقى، أنت أيًا يكن إيه وضعك في الحياة، أنت المتحكم في حالتك، مش أنت المتحكم في الأمور يعني مش قصدي، بس قصدي أنت مسؤول عن نفسك من الآخر. فحقيقي يا صاحبي برغم اختلاف صحابك عن صحابي وحياتك عن حياتي، بس المشترك اللي بيننا بجد إن فعلًا ما حدش مهتم. أنت ما حدش مهتم أنت قد إيه بتعاني، ولا قد إيه أنت فرحان، ولا قد إيه أنت متضايق، بترقص، فعلًا ما حدش مهتم. لمّا تكون متضايق تتعامل مع ده، لمّا تكون عندك مشاكل أنت عارف إن أنت عندك مشاكل نفسية من وأنت صغير، لأ أنت ما تقعدش تلوم بقى الناس اللي أهلك وأبوك وأمك، لأ أنت خلاص كبرت ونضجت، أنت لازم تحل المشكلة اللي أنت عارف إن أنت مش السبب فيها، بس أنت هتشيلها. لإن أنت المسؤول، فأنت لازم تتقبّل الفكرة دي، وإن برضه ما تستناش حاجة من حد وهو عنده ظروفه ودنيته وحياته، وأنت ما تعرفش القصة اللي هو عايشها والقرف اللي هو عايشه برضه، أصل كلنا برضه عايشين يعني كل واحد عنده مشاكل فاهم، فما تستناش حاجة من حد، لأ حِل أنت مشاكلك وكُن مسؤول عن نفسك، وفعلًا، فعلًا، فعلًا الحياة ما بتقفش على حد. الحاجة التالتة اللي اتعلمتها في الفترة ديّة وهي إن أنت لو مش واثق في نفسك وفي قدراتك وبتقلل من نفسك على أساس إن ده تواضع وسايب ناس تانية أنت شخصيًا عارف إن أنت أشطر منهم بكتير إنهم يقللوا منك بل ويدوك نصايح في الحياة من خبراتهم، مين اللي المفروض يثق فيك أو في قدراتك بقى لو أنت أصلًا فعلًا مش واثق في نفسك؟ مين؟ ما هو طبيعي ما فيش حد، أنت شايف نفسك لا تصلح، مستني ليه X يشوفك تصلح أو Y يشوفك أنت جامد أو Z يشوفك إن أنت عالمي، ما هو مش هيشوفك كده. من زمان أو من وأنا صغير وأنا عندي أزمة كبيرة في الثقة، بمعنى إن أنا دايمًا عايش في قصة إن أنا مش صادق كفاية أو إن أنا كدّاب أو إن أنا باخدع الناس وهُم أول ما يعرفوا حقيقتي هيطردوني، سواء بقى في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في أي حاجة، باحس دايمًا الإحساس ده، اللي هو إن أنا نصّاب وبانصب على الشخص ده، وهو أول ما يعرف إن أنا باكدب عليه هيطردني. دايمًا عندي مشكلة أو أزمة كبيرة في إن أنا مش واثق في إمكانياتي أو في قدراتي بالشكل الكافي أو بالشكل المطلوب، ومن زمان وأنا باحس الإحساس ده، ومن زمان وأنا باحاول أقاومه، وباحاول إن أنا أخلّيه ما يبقاش هو اللي في دماغي طول الوقت. ففي الفترة اللي أنا قعدت فيها مع نفسي زي ما قُلت لك، وإن أنا بدأت إن أنا أبُص بنظرة تانية، قعدت أفكّر أو أسأل نفسي هو أنا ليه أصلًا مش واثق في قدراتي أو ليه ما باثقش في إن أنا لأ، فعلًا أقدر أعمل حاجة
مميزه واقدر ان انا لو استمريت في شيء ما اعرف ان انا ابقى جامد فيه. ليه مش واثق في ده؟ فبدات افكر، انا ما لقيتش اجابه، بس اكتشفت حاجه ممكن نصيغها في صوره تانية. لو انت كشخص مش بتقدر نفسك بالشكل او بالصوره اللي تستحقها، وبرضه بتقول ان انت بتقلل من نفسك وبتقول ان انت متواضع، او في نفس الوقت تنك ومغرور، فده مش صح. انت لازم تكون في النص، بمعنى ان انت لا تبالغ في تقدير نفسك ولا تبالغ في ان انت ترمي نفسك في الارض، عشان انت لو بالغت في تقدير نفسك هتخدع نفسك انت ومش تبقى قادر ان انت تعمل حاجه بجد. ولو انت رميت نفسك في الارض فما تستناش من حد ان هو يجي يرفعك لفوق. لازم تكون في النص، لازم تكون عارف انت ايه قدراتك، ايه مهاراتك، ايه حاجاتك، وتبتدي تشتغل على هذا الاساس. لان ببساطه الثقه بتيجي منك، الثقه مش بتيجي من شيء انت بتقدمه، مش بتيجي من حرفه انت شاطر فيها، مش بتيجي في ماده انت ذاكرتها، مش بتيجي في اي حاجه ماديه، هي بتيجي من جواك، هي اللي اصلا بتحركك ان انت تكون شاطر في ده. فانت لو مش واثق في نفسك، منطقي ان انت دايما هتبقى عايش في حاله شك، هتبقى عايش في حاله هو انا انفع ولا لا، هو انا يجي مني ولا لا، برضه هو انا ايه، طب ما حد يقول لي يا جدعان، يعني والنبي يا فلان قول لي انت رايك فيا ايه، مع ان فلان اللي انت بتساله على رايك ده انت عارف من جواك ان انت ممكن تكون اشطر منه في الحاجه دي، بس مش قادر تصدق ده، انت مش قادر تصدق ان انت فعلا شاطر في ده. هي كلها دايره، تثق في نفسك، تحاول تأدي تبقى حاجه، فبقيت واثق في نفسك اكتر، فالثقه فاهم هي لوب. فانت ما عندكش اول حاجه في اللوب دي، فمش هتكمل الباقي، او هتفضل عايش طول حياتك مستني تقدير من الناس، مستني ان فلان يقول ان انت تمام، مستني ان علان يقول ان انت شخص تستحق. لو انت عايش بعقليه العدم الاستحقاقيه، وان انت لا تستحق شيء، لان انت ببساطه مش واثق في نفسك، بس لو بدات تثق في نفسك هتشوف ان انت تستحق. فاهم؟ هي عمليه معقده جدا، بس هي كلها ازمه ثقه. فاللي اتعلمته ان انت ما تبالغش في تقدير نفسك، وفي نفس الوقت ما تقللش من نفسك زي ما انا كنت بعمل. لا، نفسك على قدرها، اللي انت شايف ان انت قادر تعمله قدر نفسك على اساسه. ومش معنى كده ان انا بقيت الشخص الواثق جدا من نفسه، لا، انا لسه بعاني ولسه اصلا شاكك ان الفيديو ده هيطلع وحش. يعني حرفيا وانا بصور جه في دماغي ان انا بقول شويه هرتله، واللي بيتفرج هيقفل الفيديو اصلا، فاهم؟ بس ان شاء الله مش هتطلع هرتله. فلا، انا ما بقيتش هذا الشخص الواثق، انا على الاقل بقيت عارف ان في مشكله عندي في الثقه، وبحاول ان انا واحده واحده ابنيها، وبقيت شخص على الاقل برضو مش بقلل من قيمتي او مش بقلل من نفسي. لا، انا هنا، انا فعلا عارف ان انا هنا، لا هنا ولا هنا. الحاجه الرابعه اللي اتعلمتها من الفتره الحاليه هي ما تستناش الفتره دي تعدي. بلاش الجمله دي، ما تعيش بيها. مش قلت الفتره دي بس لو عدت هعمل مش عارف ايه، الفتره دي بس تعدي وانا حياتي هتبقى ايه؟ لا، فكك من الجمله دي. الجمله دي ما الا هرتله وبتضحك بيها على نفسك، لان مفيش فتره بتعدي. انا من 2019 مستني الفتره تعدي وما بتعديش، لان كل ما تيجي فتره هتكتشف ان بعديها اوحش مش احسن. فان مفيش وقت هيبقى بالنسبه لك مثالي ان انت تعمل فيه حاجه. انا مستني من 2021 ان انا ابدا يوتيوب، وبقول الفتره بس بتاعت 2021 دي كانت تعدي، عد 22 برضه، 23 برضه. بدات يا اخي، بدات محتوى في 2024، محتوى مختلف عن ده. لما بدات بعديها ب3 سنين، عشان قعدت بعديها سنه وغيرت المحتوى، فاهم؟ فما تستناش الفتره دي تعدي. بلاش تقول الجمله دي. جات لك فكره يا صاحبي، قوم اعملها دلوقتي حالا، او اعمل خطه كده، قول انا هعملها في الوقت ده، وابتدي جاهز لده. لكن ما تقولش الفتره دي تعدي بس وهبقى نينجا. لا، مش تبقى نينجا، لان الفتره دي مش هتعدي. وده اللي اتعلمته في الفتره دي، لان انا في الفتره دي هي الفتره اللي انا قررت ان انا ابدا فيها يوتيوب بشكل رسمي، وان انا هبتدي انزل فيديوهات، وزي ما تيجي بقى، اللي يحصل يحصل، فاهم؟ لان انا عارف ان انا عايز اعمل هذا الشيء من زمان، فاهم؟ فمش هتعدي الفتره دي، لان انا بقول لك حاليا في اسوأ فتره من فترات حياتي، بس قررت في الفتره دي ان انا ابدا يوتيوب، لان انا مش هستنى بقى، كفايه ان انا استنى فترات تانية تعدي، خلاص زي ما تيجي. طب بالله عليك ما تستناش الفتره دي تعدي. الحاجه الخامسه والاخيره اللي اتعلمتها من العزله اللي انا عشت فيها دي، هي اهم حاجه فيهم كلهم بالنسبه لي، وبشوف ان هي كل حاجه اصلا في الدنيا، وهي الصحه هي كل شيء. وعمري ما كنت هتعلم الجمله اللي انا لسه قايلها دي غير بالتجربه اللي انا مريت بيها، ان هي فعلا الصحه هي كل حاجه، كل حاجه، كل ما تملكه، وانت مش حاسس بده. انت لما تيجي الشيء اللي حتى لو كان الشيء ده بسيط جدا جدا، برد بالنسبه لك، برد مثلا، فاهم؟ تكتشف ان انت كنت امبارح قادر، دلوقتي انت فعلا مش قادر تعمل اي حاجه، انت مش قادر تقوم تخش الحمام. فلا، الصحه هي بالنسبه لي دلوقتي بقت اهم حاجه، وشايف ان دي اهم حاجه انت لازم تحافظ عليها من يوم ما تتولد لحد ما نموت انا وانت والناس. واي حاجه تانية عادي يا صاحبي ممكن تتعوض، بس الصحه مش بتتعوض. خليك عارف الجمله دي، لان دي حقيقيه. الصحه مش بتتعوض، اللي راح راح خلاص. سواء بقى بتدخن، بتاكل اكل جاهز، نومك بايظ، بتعملش تمارين وما بتعملش رياضه، بتتحركش، كل ده
هتحاسب عليه في وقت من الاوقات كده كده. وما تقوليش اصل في ناس بتعمل كده ومش بيجرى لها حاجه، لا بقى كده كده هيجرى لها، مستحيل ده يحصل. والحساب اللي انت تحاسب عليه ده او الحاجات اللي انت بتعملها فنتيجه الحاجات دي ان انت هتحاسب عليه في صحتك وفي جسمك وكده، هو حساب مؤجل. بس يعني انت بتدخن هيجيلك سرطان ما فيهاش، فاهم؟ بتدخن هيجيلك حاجه في الرئه، فاهم؟ انسداد بقى في الشرايين، تعمل قلب مفتوح بتاع، بس كل ده متاجل، كل ده انت مش شايفه بعينك دلوقتي بس هو هيحصل قدام. ده مش معناه ان هو مش هيحصل، لا هيحصل. انت بس بتتكلم في امتى هيحصل، بس هو هيحصل. وامتى دي ما حدش يعرفها غير ربنا، بس هو هيحصل. دنيا واخره. في ناس بتحاسب على عادات بتحاسب عليها في اواخر العشرينات او في نصها، وفي ناس بتحاسب في الثلاثينات، وفي ناس بتكمل الاربعينات، وفي ناس في السبعينات، فاهم؟ هي بس انت كده هتشيل شيلتك من الاخر. ده غير بقى كل ده الحساب التاني اللي هو لما تقف قدام ربنا ويقول لك الصحه والعافيه ربنا اداها لك، عملت بيها ايه؟ هترد تقول ايه؟ ما فيش حاجه يعني مش تقول حاجه. وانا والله مش بقول كده عشان اخوفك، عشان انا زيك. يعني انا حياتي نفس حياتك تقريبا، او عاداتي نفس عاداتك. انا نومي بايظ، يعني انا باكل اكل بايظ، فانا زيك ما تقلقش. انا مش بقول كده عشان اخوفك، انا بقول كده عشان نتعظ انا وانت. وانا بحاول اتخلص من بعض العادات دي. يعني انا الفتره اللي فاتت دي هي اللي كنت بدات ان انا احاول اتخلص من شويه حاجات كانت عايشه معايا سنين وكانت عاداتي بقى، وهي اللي بتعايش بيها وكل الكلام ده. بس انا في الفتره دي حاليا بحاول فعلا ان انا اغير من الحاجات دي، اغير من الحاجات السلبيه يعني. والفتره دي هي اللي خلتني اكون واعي بكده ان الجسم مش بينسى حاجه، جسمك ما بينساش، جسمك بيأجل الحساب لوقت معين. وعايز اقول لك على حاجه فعلا حقيقه مش هتحس بيها غير لما تعيش. لما تقعد من شغل او من جامعه او من نزول عشان انت مش عايز تروح، دي حاجة. ولما تمنع من ده، دي حاجة تانية خالص. اما تبقى عايز ده بس مش عارف تعمله، دي حاجة تانية خالص. ولما تبقى النهارده انت قادر تقوم وتخش الحمام وتلعب تروح الجيم وترجع، وبكره انت مستني حد يجي عشان يجيب لك حاجه عشان انت فاهم مش قادر تروح تجيبها. ففي فرق ما بين الاحساس ده والاحساس ده. فحاول يا صاحبي على قد ما تقدر بلاش تعيش الاحساس ده. حاول تخليك في اللي انت بتبقى قادر كل حاجه، وان انت بتبقى عافي وبصحتك والدنيا معاك كويس، عشان فعلا موضوع الصحه ده حاجه تستاهل ان انت تحاول عشان. بس يا سيدي يعني دي 5 حاجات اتعلمتها في فترة من الفترات السيئة في حياتي. بس الحمد لله يعني كل حاجة ربنا بيعملها كويسة، فالحمد لله كده كده. يعني أنا الحمد لله أحسن من غيري بكتير. بس أنا بقول لك عامة يعني حبيت أشارك معاك القصة الجميلة اللي أنا لسه حكيها دي، والحاجات اللي أنا اتعلمتها والقصة دي كلها. وفي الآخر أتمنى أشوفك في الفيديو الجاي ده لو أنت قررت إن أنت تكمل وتشترك وتكمل معايا الرحلة على اليوتيوب والإنترنت، نعمل حاجات ونسوي حاجات. والحمد لله إن ربنا خلاني قادر أصور هذا الفيديو. وأنا زياد، سلام.